اهلين وسهلين بنور العين واسعد الله مساءكم بكل خير يا غوالي. دائما بتسالوني فخذ الغنم شو بدنا نعمل فيه، لانه اليوم رح اعطيكم الطريقه الصح كيف نسوي اطيب فخذة غنم وتكون طريه وشي منعنها نعنها يا غوالي. اول شيء عندي ورق الموز مثل ما انتم شايفين. ليش بنضيف ورق الموز؟ لانه ورق الموز بيعطي نكهه جميله جدا للحمه وبنفس الوقت بيساعد على رطوبه اللحمه. هلا عندي هذا الفخذ رح احطه بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي. شوفوا على هالفخذ، يا سلام يا سلام. وعندنا هون كمان ورق الزبده، شايفين ورق الزبده نقعه بالمي السخنه عشان يضل محافظ على الترطيب تبعه، وبنفس الوقت حاطين كمان عندي هون ورق القصدير. الفكره من هي الطريقه انه نحن بدنا نطبخ فخذ الغنم بعرقه، يعني بدون اضافه اي مي او اي شيء ثاني، هو لحاله رح يطالع الدهنه الجميله اللي فيه ويعطي نكهه جميله. بس بما انكم شايفين انه الفخذ اللي عندي مو زياده مدهن، فانا مضطر اني احط له شويه دهون زياده اللي هي الليه. بدنا نحط شويه ليه زياده عشان تعطي دهون وطعمه جدا جميله. طبعا هلا رح نورجيكم العمليه كلها وكيف رح نتبله ونظبطه. بالنسبة للبهارات فبإمكانكم تحطوا البهارات اللي انتم بتحبوها يا غوالي. أي نوع بهار بإمكانكم تسووا للفخذ بإمكانكم تسووا. أنا رح أسويها اليوم على طريقتي ببهارات جدا مبسطة. أول شيء بدنا شوية صغيرة من زيت الزيتون. ليش بنضيف زيت الزيتون؟ لأنه بدنا هي البهارات تمسك على اللحم، فبنضيف شوي صغيرة من زيت الزيتون. رح نضيف كمان شوي صغيرة من البهارات المشكلة مثل ما انتم شايفين، شغلة معلقة كبيرة بيكون تمام. رح نضيف كمان شغلة معلقة كبيرة من الفلفل الأسود بهذا الشكل بيكون تمام. واهم شيء انه نملح، مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. كميه ملح انا حاط اليوم ملح صخري بيطلع هيك اطيب مع اللحمه. ورح نضيف كمان ملون طعامي اللي هو صفار الزعفران، هذا بيعطي لون جميل جدا للفخذ بهذا الشكل بيكون ولا اروع. واهم شيء بالنسبه لي دائما نحط معلقه كبيره من دبس الفليفله، هي رح تعطي نكهه شواء جدا جميله للفخذ بذاته. هلا بنحرك كل المكونات مع بعض بهذا الشكل. شوفوا على التتبيله يا عيني، الله الله الله. طبعا بهي المرحله لازم تستخدموا ايدكم. ليش؟ لانه بدنا نتبل الفخذ. فهلا بنسمي بالله بننزل التتبيله اللي عندنا، نص التتبيله من هي الجهه. شوفوا على هاللون، شوفوا على التتبيله يا عيني، الله الله الله، يا سلام يا سلام. طبعا هلا احنا هيك حطينا، هلا تبلنا الخروف من هي الجهه، بنيجي بنمسكه هيك وبنقلبه على الجهه الثانيه وبنحط باقي التتبيله عشان ياخذ من كل الجهات النكهه الجميله. شوفوا يا عيني، بدنا ندهنه كثير منيح. حلاوه هذا الفخذ جاي معه العصعوص تبعه، يعني امورنا باللوز. هاي العصعوص بيجي منطقه جميله جدا بالخروف وطيبه كثير، بتيجي اللحمه فيها جدا طريه. هلا بعد ما دعكناه بهذا الشكل بدنا نرجع نقلبه هيك. شوفوا يا عيني، بس نتاكد انه كلياته تغلف بهالتتبيله. شايفين؟ ولا اروع من هيك. مشان صحتنا لازم نهتم شوي. يعني على سبيل المثال انا بحب ضيف معه كم راس توم. راس التوم بيعطي نكهه جميله، خصوصا انه هي كلياتها رح ياخذوا من بعض هي النكهه. بعد ما حطينا التومات يا غوالي هلا بدنا نضيف كم قرن فليفله حده بيعطي نكهه جدا جدا جميله بهذا الشكل. بامكانكم طبعا اذا حبيتوا انه تغرزوا نفسه الفخذ وتحطوا جواته التوم والفليفله، بس انا بفضل انه الفخذ ما ينغرز. ليش؟ لانه بدنا اياه يحافظ على السوائل جواته، ما تطلع لبرا يتنشف عنا، لا بدنا اياه يطلع عنا جوسي وجميل جدا. خصوصا انه الفخذ بتعرفوا منطقه صعبه الواحد يطبخها بالبيت، بس بهي الطريقه رح يطلع عندكم عن جد سوبر خرافي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب كمان زياده من ورق الموز. بامكانكم ترى الاستغناء عن ورق الموز، بس ليش انا عم بضيفه؟ لانه بيعطي نكهه جميله جدا، فانا حبيت اضيفه. بامكانكم الاستغناء عنه اذا حبيتوا. هلا اللي رح نعمله بدنا نكتمه تكتيم كثير منيح بورق الزبده. بنبدا نلفه بهذا الشكل يا غوالي مثل ما انتم شايفين. لازم يكون ورق الزبده شادد عليه تماما، لانه اخر شيء بده يتغلف بشو؟ بورق القصدير. لازم نلف عليه ورق الزبده بهذا الشكل من كل الجهات. لازم نتاكد انه تسكر عنا كثير منيح. طبعا رح احاول اشرح لكم كل التفاصيل اليوم لانه هذا واجب علي، وكثير ناس سالت على طريقه التكتيم. صراحه كنت بحسب انه في كثير ناس تعرف انه طريقه التكتيم، بس في ناس في بعض النقاط مو واضحه لها، فراح اشرح لكم اياها ان شاء الله اليوم. الفكره انه ما بدنا اي بخار يطلع من جوا، ما بدنا اياه يطلع لبرا، ما بدنا الفخذ نفسه يتنفس. ليش؟ لانه هي البخار بدنا اياه كله يضل جوا مشان يسوي عنا الفخذ هيك اسمه اللحم بعرقه. هي طريقه جدا مبتكره ورائعه وجميله جدا، يعني اهل اول دائما كانوا يسووها، فمشان هيك بتطلع جميله جدا. وانا جربتها بالفخذ وطلعت خرافيه، وهي السبب الوحيد اللي بيطالع عنا الفخذ طري جدا. هلا بعد ما غلفناه
بورق الزبده، ورق الموز، غلفته باول قطعه قصدير. ومثل ما انتم شايفين هلا القصديره من عندي من هون، شايفين هون تختيمتها بشد عليها كثير. القصدير الزايد اللي هون بدي ارفعه لفوق بهذا الشكل، ليش؟ انشان اي بخار ما يطلع لبرا. كلياته هلا مكتم عندي. شو بعمل؟ بقلبه بهذا الشكل، تختيمه تيجي لتحت، وبرد بدي لفه كثير منيح بورقه القصدير الثانيه. هي ورقه القصدير اللي عندي هون، هي اللي بتلفه لف، بدنا اياها تشده شد بهذا الشكل. مثل ما انتم شايفين يا غوالي بدنا نلف كثير منيح. ومثل ما قلنا اللي زايد هون هذا بيطلع هيك لفوق مثل ما انتم شايفين، بس لازم ينشد عليه كثير منيح. هلا بقي المرحله الاخيره، هون عندنا التختيمه، بنرد بنساوي بنقلبه هيك انه التختيمه تيجي لتحت. واخر شيء بدنا نغلفه كمان تغليفه اخيره ونتاكد انه كلياته مسكر كثير منيح، وهيك بيكون تمام. طبعا احتمال تحتاجوا 3 قطع قصدير او ممكن تحتاجوا 4 أو 5 على حسب الفخذ اللي عندكم وحجمه كمان. هلا يا غوالي صار الوقت مشان نحط الفخذ الجميل هذا بالفرن. طبعا الفرن انا حاطه على حراره 220 مثل ما انتم ملاحظين، مخفف حرارته تماما. هلا بدي اتركه لمده 3 ساعات ل4 ساعات، واحتمال يحتاج 6 ساعات اذا الفخذ اللي عندكم كان اكبر من هيك. الفخذ اللي عندي ما يعد كبير بقى، مشان هيك بياخذ شغله بس 3 ساعات. وانتم مثل ما انتم شايفين انا حاطه على شبكه. ليش هي الشبكه؟ لانه ارض الفرن اللي عندي بتوصل حرارته لل 400، انا ما بدي اياه ينحرق من تحت. فمشان هيك برفعه على الشبكه مشان دوران الهواء يكون تمام جوات الفرن ويستوي من كل الجهات بنفس الاستواء ويطلع شيء خرافي على الاخر. فمشان هيك انا ما حطيته على الارض مباشره. اما انتم بالنسبه لكم بالفرن بامكانكم تحطوه على الشبكه او تحطوه بصينيه الفرن، ما في اي مشكله. بس لان يا غوالي صار الوقت مشان نعمل الرز. طبعا باقي للحمه تقريبا نص ساعه وبتكون الامور باللوز. بقى الرز بيكون صار عندنا جاهز، واللحمه كمان بتكون صارت عندنا جاهزه باذن الله تعالى. اول شيء بدنا نحط كميه منيحه من السمنه، مو مشان شيء، مشان صحتكم يا غوالي. عندي هون المقلايه حاميه مثل ما انتم شايفين. شوفوا بسم الله ما شاء الله، بس خليها هيك تنزل السمنه على السريع. الجو عندنا بارد بقى، ماسكه السمنه بالمعلقه. شوفوا يا عيني، خلينا ننزلها بهذا الشكل. الله، خليها هيك على السريع تدوب معنا. هلا شو رح نعمل؟ بدنا ننزل البهارات الصحيحه. شو عندي بهارات صحيحه؟ عندي هون حبتين لومي مثل ما انتم شايفين، عندي عود من القرفه، وعندي كمان كم ورقه غار وشويه صغيره من الفلفل الاسود حب، قرنفل وشويه هيل. بنزلهم بهذا الشكل بس هيك على السريع ياخذوا تحميصه سريعه. الطنجره عندي حاميه فبسرعه بيتقلوا عندي. شوفوا يا عيني يا عيني، وبسرعه بتطلع الروايح الجميله. الله الله الله. وعندي هون كمان بصله مقطعه ترانشات مثل ما انتم شايفين، مقطعه جوانح، بنزلها بهذا الشكل مشان تتقلع عنا. هلا بنبدا نحمس شوي بس قبل ما تتقلع عنا البصل، بعدين بنضيف باقي الامور يا غوالي عشان يطلع عنا الرز نثري وجميل ولا اروع. هيك يا غوالي تقلع عنا البصل. شوفوا بسم الله ما شاء الله صارت اموره باللوز. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف معلقه صغيره من الثوم المهروس بهذا الشكل، كمان شويه ثوم مهروس. يا عيني الله الله الله، الثوم بيعطي نكهه جميله جدا للرز. دائما وقت نحط الثوم المهروس لازم نحط نص كميته شو زنجبيل مهروس يا غوالي عشان تطلع النكهه الجميله. هلا على السريع بس بدنا هدول تحميص سريع. ليش؟ لانه بس تطلع هيك الريحه تبع الثوم والزنجبيل معناتها تحمصوا، اخذت النكهه منهم كثير منيح في السمنه اللي عندنا بهذا الشكل ولا اروع من هيك. هلا شو بدنا نعمل؟ كل اللي علينا نعمله انه نحط المي السخنه ونتركهم يغلوا مع بعض شغله ال5 دقائق مشان تاخذ النكهات كلياتها من البهارات. بدنا نطلع كل النكهات الموجوده بالبهارات. بعد ما يغلوا عنا هون ترجع الخيار بالنسبه لكم يا غوالي، بامكانكم تسحبوا البهارات الصحيحه وبامكانكم تتركوها مثل ما هي مع البصل عادي كمان بيصير. بس هلا رح اتركها تغلي شوي عشان ناخذ النكهات الجميله، وبعدين نصفيها من البهارات عشان يطلع عنا الرز ابيض بدون اي مفاجآت. بعد ما تركنا المرقه تغلي شوي مع البهارات وصفيتهم مثل ما انتم شايفين يا غوالي، هلا صار وقت مشان نملح، مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. شوفوا يا سلام الله الله على هالمرقه. هلا عندي هون رز بسمتي حبه طويله مثل ما انتم شايفين، مغسول شغله 3 مرات ومنقوع لمده ساعه كامله. بسمي بالله وبنزله على هالمرقه اللي عندنا الجميله. شوفوا يا عيني الله الله الله. طبعا بامكانكم استخدام مرقه الدجاج او اللحم، هي بترجع على حسب الرغبه، بس في حال ما كانت موجوده مرقه الدجاج او اللحم بامكاننا نسوي هي الطريقه عشان يطلع عنا الرز الجميل والرائع وكلياته مليان نكهات. هلا بنزل كل الرزات اللي عندي، بعطي تحريكه بسيطه بهذا الشكل بس مشان نتاكد ان الرز عنا توزع على التمام. شوفوا يا عيني الله الله الله. وهلا بتركه لحتى يغلي تماما ويبدا ينشف عندي، بعدين بقول لكم شو هي الخطوات الجايه ان شاء الله نظبط اطيب رز يا غوالي.
يا غوالي بس نشف عنا الرز مثل ما انتم شايفين، بدنا نحط لنا كم قرن فليفله حدين، مو مشان شيء، مشان صحتنا، هيك بيعطوا حراره جميله، وبغيبه انه الجو بارد صراحه الحراره عنا صفر يا غوالي، بدنا شويه فليفله حدين مشان نتدفى. هلا عندي هون مثل ما انتم شايفين بصل مقلي مع شويه زبيب، هدول رح يعطوا نكهه جميله جدا، بس هي عباره عن شويه بصل قلوه لحتى ياخذ لون جميل، ونزلوا عليه الزبيب تشويحتين ثلاثه وبيكون امورهم باللوز. شايفين هذا رح يعطي الرز نكهه جدا جميله. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط ورقه القصدير اللي عندي بهذا الشكل. وين غطا الطنجره؟ هذا هو غطا الطنجره، تعال يا حبيب. بنيجي بنحطه بهذا الشكل وبنغطي كثير منيح، وبنهدي النار على اخف شيء لمده 20 دقيقه، وهيك بيكون الرز باذن الله تعالى صار عنا جاهز. يا غوالي صار الوقت مشان نكشف على اللحمه، قربوا لهون وخلينا نشوف. بنجيب السكينه بهذا الشكل وبدنا نبدا نقص القصدير مشان نفتح عليها. شوفوا يا عيني شوي شوي بهدوء هيك مشان نضمن ان اللحمه امورها باللوز. تعالوا نفتح هيك عليها، شوفوا على هاللحمه، شوفوا اللون، شايفين كيف هيك طالعه منهنها يا عيني؟ الله الله الله. شوفوا بس خلينا نفتح عليها كثير منيح، شايفين حتى انه متأمرة، هذا اهم شيء، اللحمة وتكون متأمرة ومتحمرة، يا سلام يا سلام. والريحة عن جد شيء خرافي، شايفين كيف فاصل العظم؟ معناتها امور الفخذ صار باللوز. هيك يا غوالي بتكون لحمتنا صارت جاهزة والرزات عنا جاهزين. بعد ما قمنا على الوش الكشنة اللي عملناها بنسمي بالله وبنحملهم هيك. شوفوا على هالرزات يا عيني، الله الله الله. هلا بدنا نسكب كل كمية الرز اللي عنا، وبعدين نحط فخذ هالغنم اللي عنا ونحطه على الوش، رح يطلع شيء خرافي بإذن الله تعالى، ومو مشان شيء، مشان صحتكم. هلا بعد ما فردنا الرزات يا غوالي بنيجي بنحط هالبصل والزبيب اللي عنا بهذا الشكل على الداير. شوفوا يا عيني، الله الله الله. هدول رح يعطوا نكهة جميلة جدا، في بإمكانكم الاستغناء عنهم. في ناس أنا بعرف إنه ما بتحب البصل، لكن صدقوني رح يعطوا طعم جدا جدا خرافي، مشان هيك أنا ضفتهم، خصوصا الزبيب مع الرز دائما جميل. هلا بنيجي لعند قطعة الفخذ اللي عنا. شوفوا على هالمنظر، بنسمي بالله نحاول نرفعها بهذا الشكل. طبعا اللحمة دايبة ذوبان، شوفوا يا عيني، الله الله الله. ونحطها بهذا الشكل. شوفوا لي هون بس هيك تطلعوا لي على هالمنظر، شايفين اللحمة دايبة بهذا الشكل. شوفوا يا عيني، الله الله الله. هلا يا غوالي صار الوقت مشان ندوق، قربوا لهون وطلعوا لي على هالمنظر. شوفوا لي على هالفخذ، بسم الله ما شاء الله. بنيجي هيك لوسط، شوفوا طلعوا لي على هالمنظر، يا عيني يا عيني، اللحم دايب ذوبان وجوسي. هلا صار الوقت مشان ندوق. بنيجي لوين؟ من هون، تعالوا شوفوا لي على هالمنظر. انا بحب القرنه والمدهنه اللي فيها هيك، اللي هي شوفوا، الله 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 يا عيني يا عيني. نيجي بنحطها هون مع شويه رز والبصلات هيك، ونقول بسم الله يا كريم ومندوق. شوفوا لي على هاللقمه، يا الله. هي اللقمه مو مشان شيء، مشان صحتكم، لقمه السعاده هي. بسم الله يا كريم. مم. يا عيني، اللي هي لحالها قصه وحكايه. اللحمه طريه بشكل مو طبيعي. شوفوا اللحم من جوا، رهيبه رهيبه. شوفوا على هالطراوه، بسم الله ما شاء الله. تعالوا ناخذ شويه لحمه كمان معليه وشويه رز. بتعرفوا محافظ على الدايت انا بقى، مشان هيك لازم اقلل كميه الرز. مم. التتبيلة يا غوالي، شوفوا على هاللحمة.